السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كيف بقيتوا؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار، روتين جديد ونهار جديد. اليوم اختي غنشارك معكم النهار ديالي ديال نهار الجمعه، ديال نهار كامل ان شاء الله. هكا شنو غادي ندير فيه من الصباح ديال البنات. غبرت عليكم واحد 3 ايام ما حطيت لكم حتى شي حاجه. كنت عيانه شي شويه، راكم عارفين هاد المنزله ديال البرد، هاد الشتيوه هادي طاحت بارده. وعاد البنات داكشي اللي كان وقع مؤخرا راكم عارفين الخاطر ما كيبقاش، وخوتنا مساكن اللي ماتوا بقاو فينا، الله يرحمهم يا ربي، والله يكون مع الناس اللي ضروا حتى هما مساكن، الله يكون معاهم، والله يعوضهم خير يا ربي، والله يعوض المحبه ديال داك الناس اللي ماتوا بالصبر يا ربي ان شاء الله. والله الله يكون معاهم وصافي. هادشي اللي نقدر نقول. ماشي سهله، وصراحه شي حاجه اللي كتضر في الخاطر والله العظيم. ما بقات عندنا لا كانا لا حتى شي حاجه، كتشوفي خوتك مساكن هكا كيمشيو. فالحمد لله، الحمد لله على كل حال. لا اعتراض على قضاء الله. الله يرحمهم كاملين مساكن، والله يكون مع الناس كاملين، الله يعوضهم خير ان شاء الله باذن الله. وعاد كنت عيانه شي شويه مع هذا الريح هذا، راكم عارفين الله يستر. صافي كيطيحك. كيتجمع لك كل شيء، الراس، الرواح، العيا، عظامك مدقدقين. ما كتبقاش عندك الدرع نهائيا باش تنوضي ديري حتى شي حاجه. هاد الايام هادي والله العظيم كنوض غير بالدرع، كنشقى هذاك الشقا الخفيف بالزربه وصافي، وكنجلس ما كنقدرش ندير شي حاجه اللي هي كبيره اولا هكا، باش شي حاجه هكا باش غنصور معاكم، ولا يعني باش نبقى واقفه مده طويله. يعني حدي كنزرب على الغديوه، على الفطور، على العشيوه بالزربه، ونمشي نعاود نتسكى. ايوا الحمد لله اليوم اصبح هكا شي شويه، اللهم لك الحمد. فقلت غادي نصور هكا مع البنات ونبدا معاهم الروتين ديالي. حاجه بديت بها، حليت السريجمات هكا باش تهوى ليا الدار. كتصبح عرقانه مع كلشي كيكون هكا مطرق مع هذا الجو ديال البرد، كيصبحوا الحيوط والزاج فازقين. صافي كنحل كلشي هكا باش تهوى ليا الدنيا. ودزت اول حاجه اختي جمعت الدار كيف ما شفتوا معايا، جمعت طرفت الصالون، طرفت السيجور، يعني هكا غير جميعه خفيفه. والدار صبحه ليا نقيه بصراحه، ما شطبت ما جففت ما حتى شي حاجه حتى الغدا ان شاء الله. ودرت هنايا شويه ديال هاد العود ديال الند هكا. نبخر به هكا الدار شي شويه. عاد ندوز باش نوجد ان شاء الله فطوري. صراحه نط ما قداش نفطر، قلت نوض بعدا نقضي شغالاتي هما الاولين، عاد هكا باش ندوز نوجد الفطور. بعد مرات كنفيقوا الشهيه كتكون مسدوده بالمره، وقلت نبقى جالسه جالسه نوض بعدا نجمع الدار، عاد باش نوض ناخذ الفطور ديالي. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على. صافي البنات، هنا وجدت الفطور ديالي. المهم حطيت داكشي اللي قسم الله، وسخنت هنا خبيز محريشات داك تعجنتو البارح. كيعجبني هكا نسخنو، واخا راه يلاه عجناه البارح، كيعجبني هكا ناكلو سخون. عجنتو بإلان وبالشعير. صافي وعمرت هنا اختي بريريد ديالاتاي بالشيبه والنعناع وشويه ديال الزعتر فيه. راكم عارفين دابا البرد كنحاول مره كندير الزعتر، مره كندير فليو، مره كندير الويزه. المهم كل مره وشنو كندير، الا ما كانتش عندي الاقامه اللي كتكون ملقمه، كندير هكا مره كندير شي حاجه مع ديال الاعشاب هكا مع اتاي. راكم عارفين دابا نزلت البرد وكنبغيو شي حاجه اللي كتدفى لينا الذات، فكل مره كندير حاجه. في القهوه حتى هي كندير فيها العطريه ديالها حتى هي باش كتسخننا. ايوا حنا اختي كنحاربوا البرد ونحاربوا هاد المنزله اللي كاينه، الله يستر. كلشي مريض، الراس، الرواح، آه كلشي كتخلط فيك. الله يحضر السلامه. الحمد لله على كل حال، الله يجيب الشفاء لكل واحد. المهم اختي غادي نمشي دابا اختي نفطر، ونقادو اختي المجاج، ونعمروا الكريشه، ونقادو المسائل باش يكون فينا اختي جهد الطاقه. عاد نوض ان شاء الله نعطيو لا طاق، فكاينش لا ما يدار اليوم. فخليكم معايا. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال اختي من بعد ما فطرت الحمد لله، اللهم اديمها نعمه يا رب، احفظها من الزوال. غادي ندوز باش نحيد هاد المواعن هادو اللي صبحي ليا من البارح. غادي نزيفهم ونرد كل حاجه لبلاصتها. وراه باقا عندي في البوطاجي شي حاجه ديال شي حاجه فاش فطر راجلي قبل ما يخرج، وداكشي اللي فطرت فيه انايا. غادي نغسلهم حتى هما. وهنا البنات راجلي البارح كان جاب لي الدجاج في العشيه.
غسلته قديته صافي، وما نكذبش عليكم ما قديتش مازال نعاود نقرضو، قلت خليه حتى الصباح على ما نيت تسقطر مزيان ويشد هكا راسو. جابوا لي بصراحه بكري ما تقريبا مع شي داك الجوج بحال هكاك، يعني عندي الوقت فين زعما نقرضو ونقادو، ولكن راه ملي كتوصل هذيك المغرب صافي راسك كتزير عليك ما كتقدريش مازال، كتولي باطخي فيبل والله العظيم. ومع هذا البرد هذا صافي كتعكزي اون فوا كتجلسي وكتدخلي كتخشي هكا في المانطا، كتعكزي انك تعاودي تنوضي تقيسي الماء ولا عاد تنوضي تشقاي من جديد. صافي كتقول لي ما حدي كنكون واقفه في الكوزينه نقضي شغلاتي كاملين، الا خرجت من الكوزينه ما نعاودش ندخل ليها مازال. والله العظيم داكشي اللي وليت كندير بحال هكا كنكون كنوجد الغدا، نوجد معايا الكوتي ولا العشاء كلشي نوجدو، باش ما نبقاش هكا حتى العشيه نقول عاد نوض ثاني نطيب العشاء ونوض. كنوجد اختي كلشي دقه واحده، كنتهنى من الروينه والله العظيم، كتهنى حتى من داك الغسيل ديال المواعن، كتبقاي مدوزه كلشي معاك، يعني كتهناي منه وكتهناي من داك الوقيف والعيا. وراكم عارفين البنات كثرة الوقيف، وحتى ملي كتكوني هكا عيانه ولا نفسيتك ما هياش اولا كيكون راسك ضارك ولا يعني كيجيك هاد الريحه هذا ديال الرواح، الجهد باش انك تبقاي واقفه ما كيكونش عندك بالمره والله العظيم. خصك تبقاي غير مغطى واخا ما تنعسيش، يعني خصك عاد تفدي مخده وكنشا وتستلقاي. والله العظيم داكشي اللي كيوقع ليا. ايوا الحمد لله على كل حال، باش ما كندوزو داك الايام. اللهم لك الحمد، الله يجيب الشفاء لكل واحد. وهذا البرد هذا راه كلشي كيعاني منه، فيروس هذا اللي كيدور. الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي، الله يحفظنا ويعافينا. صافي البنات غسلت المعينات، وهنايا قطعت الدجاج كان جابوا لي البارح راجلي، صافي قطعته غسلته البارح خليته تسقطر. المهم هنا شويه الصوص درته هنا الكفته الطريقه البنات اللي دائما كندير. وهنايا داك الصدر ديال الدجاج قطعته هنا طريفات صافي. وهنا الدجاج قطعته على حسب القياس ديالي ولا داند حتى هو. وهذا البنات غادي نديرو هكا الغدا، غادي ندير ان شاء الله اليوم الصفه. شوفوا البنات هنا ضربت صبعي كنغسل هذاك البراد ديال الدجاج، شوف كيتهرس ليا في يديا، شوف تخشات ليا الزاجه هنايا. عرفتي ربي يحفظني دغيا جبدتها، درت ليها واحد الزيف ودرت ليها هنا السلوفان حتى نسالي الشقه وندير ليها الدواء وندير ليها الصبر. هذا عرفتي راه كتحرقني انا الطرف كله هذا مشى ليا. هانتوما شوف جيت نغسلها وهذه دايره هنايا، جيت هكا كنغسلها بالتيد وهذه تقلعات وهو الطرف تخشى ليا هنايا. ايوا الحمد لله الحمد لله جات الطريفه جات هكا ماشي مشكل، اللهم لك الحمد. المهم لقات الباس الحمد لله خرجت الطريفه. الزاج ديالو ماضي. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صافي البنات غنرد هادشي هذا دابا الفريغو، وغادي ندوز باش غادي نمسح الفورنو وندوز ان شاء الله نرد الغدا. هو الاول عاد نشوف ان شاء الله شنو غادي ندير، حيت مشى الحال دابا راه 12 خصني نرد الغدا باش يلاه توجد لي هكا السفه مع الغدا، باش ان شاء الله راجلي من يجي ورا الجمعه يلقى الغدا واجد. وقبل ما نرد الغدا ضروري نمسح هكا الفورنو، ميكت عليه هاد يومين ولا 3 ايام ما قصتوش نهائيا بالمره، راه غيبان لكم كله مطبع. غادي نمسحو، غندير ليه هاد اسبيروكس هذا. المهم دابا غير ندوز عليه تدويزه خفيفه حتى يكون عندي هكا الوقت، وغادي نحكو هكا مزيان. البنات راه من نهار اللي حكيت الفران كامل من تما ما حكيته، من غير هذيك التدويزه اللي كندوز هكا كل نهار. مني هكا كنطيب الفطور كندوز، ملي كنطيب ثاني الغدا كنسالي كندوز عليه وكيبقى ليا نقي. لكن هاد الايام ما قصتوش بالمره. صافي دابا كيف ما كتشوفوا غندوز ليه اختي غير تدويزه هكا خفيفه صافي ونشفو. وغادي ندوز باش غادي نرد ان شاء الله هكايا الغدا، باش يوجد ليا باش ان فوا راجل يدخل من مور الجمعه يلقى هكا الغدا واجد. والصفه خلاص راه دغيا ضيا كطيب، انا كندير ليها بنات غير 2 فورات دغيا كتوجد. المهم غنحاول هكا تبقى ليا نخلي التصفيره الاخرى حتى يقرب هكا يجي باش نحطها هكا سخونه. وما ديال الطريقه اللي كندير كتجي هكايا ساهله وكنحطها سخونه بلا ما كنبقى نعاود نسخنها. كندير الفوره الاولى والفوره الثانيه صافي كنخليها حتى كنبغي نحط، يعني باش بيه فيها البنات نحطها وهي باقا سخونه. ما كتعجبنيش نبقى نسخن فيها هكا بزاف باش ما تزيدش هكا تعجن. المهم اختي فان شاء الله اللي درتها غادي نبارطاجيها معكم هذا النهار هذا. وغنصايب معكم كذلك البنات واحد الفلون كراميل ساهل كيجي زوين بواحد الطريقه اللي هي مبسطه. راه ديجا شاركته معكم البنات شحال هذه في القناه، يعني الا رجعتوا للفيديوهات القدام ديالي راه غتلقاوني شاركته معكم شحال من مره، يعني مرارا وتكرارا. تحليات ديال الكراميل كيجي البنات ساهل وزوين. درت الدجاج يتقلى مع البصله، هنا درت الصفه شفت فور. غادي نخلي داك الصفه تفور على خاطرها، والدجاج هكا يتقلى ليا هكا مزيان نخليه يطيب. وغادي ندوز ان شاء الله باش نصايب معكم واحد التحليه.
بالنسبه للتحليه البنات كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها كاس ديال العنبه، كاس قله ربع ديال سكر سنيده، وكنديرو على عافيه اللي هي مهيله البنات، وكنبقى نحرك هكا الكاسرون غير بيديا حتى كيذوب ليا داك السكر. ومن بعد كنستعمل واحد المعلقه ديال الخشب وكنهبط هذوك الجوانب على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وكنبقى نحركو هكا مزيان، ما تخليوش حتى كيتحرق. المهم غير يذوب السكر. كتاخذوا واحد نص كاس ديال الماء اللي كيكون طايب البنات، وتخويوه هكا شويه بشويه فوق هذاك الكراميل. وفي هذه المرحله ردوا البال هكا لوجهكم او ليديكم، يعني بعدوا وخويو الماء. بقيت خويت شويه بشويه صافي. وهنا البنات غيبان لكم تحجر، ما تخافوش منه في هذه المرحله هذه، غيعاود يذوب صافي. كتشوفوا داك السكر كامل تجمع وكيبقى غير الماء. غنبقى مستمره معاه على عافيه اللي هي مهيله، كنحرك فيه على هذا الشكل حتى كيدير داك الفقاعات وكيذوب ليا داك السكر كامل، يعني كرجع ليا كراميل كيف ما كان. المهم خليوه يغلي مزيان باش هكا ينجح معكم صافي. وغادي نحيدو وغادي نفرغو في الكيسان اولا في الزليفات فاش غادي نصايب الفلون ديالي. درت البنات انا 4 ديال الزليفات، نسيت الحليب كيخرج لي 4 ديال هاد الزليفات هادو. الا عندكم البنات هذاك القوالب ديال دانيت تقدروا ديروهم فيه، كيجي الشكل ديالهم البنات زويون، راه بحال اللي كيتباع تماما دانيت كراميل اللي كنشريو، الفلون كراميل اللي كنقلبوه كيكون فيه الكريم، هذاك الكريم كراميل هكاك سايح داك الكريم فيه، راه كيجي البنات بنين تماما فحالو. يعني داكشي اش قلت لكم، اللي عندكم داك القوالب ديال الفلون فيه داك الخطيطات هكا في الجناب كيجي هكا الشكل ديالو زوين. ما عندكمش ديروا حتى غير زليفات. المهم درت اختي الكراميل ومشيتو على الحاشيه ديال داك الزليفات، وراه تبقى ليا شويه هكا في الكاسرونه غادي نخليه. وخديت نص لتر الحليب، خديت واحد الكميه درتها في هاد الزليفه، وما تبقى ليا درت فوق الكراميل. فهاد الزليفه هذه البنات درت فيها تقريبا واحد كاس ديال الحليب. فاش غادي ندوب هاد العناصر هذه درت فلون ديال الشينوا، وهنا 2 معالق كبارين ديال النشا، هكا 2 معالق اللي يكونوا ممسوحين، ما يكونوش عامرين بزاف باش ما تجيناش التحليه عاقده، باش تجي القوام ديالها كريمي. يعني 2 معالق ممسوحين فقط صافي. وكنخلط هذوك العناصر وكنخليهم على جانب، وكندير هنا هذا الحليب على البوطه. كنبقى نحرك فيه حتى كيذوب ليا داك الكراميل كامل وكيسخن ليا هكا الحليب. وكنزيد عليه هذا الخليط هذا اللي فيه النشا وفيه الفلو، مع التحريك المستمر حتى كنشوفوا الخليط كيغلي مزيان وبدا شي شويه هكا القوام ديالو كيتقال صافي. ومن بعد كنزولوه وكنفرغوه في الزليفات. انا غادي نفرغ هذا الخليط هذا مباشره فوق هذا الكراميل. نص لتر الحليب كيخرج ليا هاد الزليفات منهم 4. الا درتو زليفات صغار من هكا غادي يخرجوا لكم كثار، الا درتوهم كبر من هكا غادي يخرجوا لكم قل. المهم على حسب الكميه. اللي بغى يضاعف المقادير ديروا يطرط الحليب، وكاع داك المقادير اللي درنا دوبلوهم 2 فلو 4 معالق ديال النشا. وعلى فكره البنات السكر راه ما درتوش في الخليط، حيت راه ديجا حنا عندنا الكراميل في داك الكاسرونه بقى لينا، فيكفي هذاك السكر راه كافينا باش ما تجيناش هكا حلوه بزاف. خليت اختي التحليه على جنب، ودزت هنا غنصايب معكم حريشات ديال الزرع صحيين 100% البنات، كيجيو بنانين ديال هذا البرد هذا. كيجيو بنانين. هنا البنات عندي زلافه ديال الدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو كيف ما شفتوا البنات، راه درتها في الاول بنخالته. زدت كذلك زلافه ديال السميده ديال الحرشه، يعني نص الكميه دقيق ديال القمح ونص كميه ديال السميده. زدت كذلك البنات واحد ساشيه ديال الخميره هكا باش كنتحصلوا على داك القوام كيكون هشيش ديال الحرشه صافي. وهنا غنضيف معلقه صغيره ديال سكر سنيده. الا كان عندكم البنات العسل غيكون احسن، ما كانش عندكم ديروا غير معلقه هكا ديال السكر باش هكا كتحمر لينا وكتعطينا واحد اللويه اللي هو زوين. غادي نضيف البنات كذلك نص كاس ديال زيت الزيتون باش هكا كتجينا بنينه. وغنضيف معلقه صغيره اولا نص معلقه
ديال المليحه. وهنا البنات درت النافع مطحون. تقدروا ديروا حتى حبوب، المهم انا بلات متوفر عندي هذا مطحون، فدرت هكا نص معلقه صغيره ديال النافع مطحون، وهنا شويه ديال الزعتر هكا. حكيته بين يديا وضفتو ليه هكا باش كنسموها. عارفين الزعتر كيتواتى مع زيت الزيتون. صافي هنا وغادي نبسبس هذا الخليط هذا على هذا الشكل هذا مزيان، وغادي نحيد منه واحد الكميه فاش هكا غادي نقرص هذيك الحريشه ديالي. بالنسبه للبنات هذا القياس هذا راه تقريبا نص كيلو، حيت هذاك الزليفه عندي كتهز تقريبا واحد 200 غرام، 200 210 غرام فحال هكا كتهز ليا ديك الزليفه. المهم ما كاملاش نص كيلو في المجموع كامل. صافي حيدت واحد الحفينه البنات، وهنا غادي نبدا نجمعها غير بالماء دافي، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره معجونه اولا حبيبات اللي نتوما كتخدموا بها. صافي وغادي نعجنها غير بالماء ديال الروبيني عادي. انا هزت ليا البنات 3 ديال الكيسان ديال العنبه، وكيبقى عاوتاني الماء على حسب النوعيه ديال السميده اللي عندكم والنوعيه ديال الدقيق ديال القمح اللي عندكم، يعني واش كيتشرب اولا لا. انا البنات درت الكاس الاول والثاني، ومن بعد الثالث بقيت كنزيد هكا غير شويه بشويه حتى تجمعت ليا داك الخليط. ما دلكوهاش، غير جمعوها هكا باطراف الاصابع، ونحاولوا نخليو الخليط ديالنا شويه هكا مرخوف حيت غادي تشرب. يعني نخليو ليها فين ترتاح وفين تشرب باش كتجينا زوينه. الا خليتوها من ديبار قاصحه فاش غتخليوها غادي تقصح تشرب بزاف، ملي غادي طيب غتجي الحرشه يابسه وغتجي بحال كتاكلوا شي حجره، ما يعني ما كتبقاش، ما كتجيناش فتيه هكا من الداخل. فهنا البنات شوفوا القوام ديالها راها رطبه. صافي هنا البنات دازت كنديرها هكا كويرات، وهنا البنات راه كنخدم غير بيد وحده. اليد الاخرى عرفتي راكم شفتوا معايا صبعي هكا مضروب، ما كنقدرش نتني صبعي. واخا راه درت ليها أنا واحد التويب ولوت عليه هكا السلوفان حيت الدم ما بغاش يتحبس ليا منه. صافي وخفت نقيس هكا شي حاجه، درت له واحد الزويف ودرت ليه القطن ودرت ليه السلوفان هكا باش ما نقيس حتى شي حاجه. ولكن مكاك مع ذلك ما قدرتش هكا نخدم به. صافي كنخدم هنا غير بيد وحده. ولكن قضينا الغرض الحمد لله. المهم واخا كنشقاو بيد وحده، ولكن اختي ضروري اختي نجموا راسنا ما نبقاوش بلاش. ممكن نحاول البنات هكا نكورها، راه كتكور بكل سهوله حيت الخليط اولا العجينه ديالها هكا رطبه كيف ما كتشوفوا. المهم خرجت لي البنات 12 حبه. صافي كنديرها غير على هذا الشكل هذا. وصافي وخديت المقله دهنتها بالزيت، وغادي نبدا نلولبها في هذيك السميده اللي هزيت في الاول اللي بسبسناها بالزيت. غنبدا نلولبها هكا فيها مزيان، وغادي نحطها فوق المقله، ونديرو اختي الاطار ونقادوها. الا ما عندكمش داك الاطار تقدروا تاخذوا غير واحد الغلاقه ديال شي قرعه ديال الشكلاط اولا شي غلاقه هاي اللي كتجيكم هكا مناسبه للحرشه، ترشوها بالسميده وديروها فيها صافي وتطبعوها بها باش كتاخذوا داك الشكل هكا كيكون داير مقاد. صافي هنا غنعمر هاد المقله هذه كامله، وغادي نديرها اختي طيب على خاطرها حتى كتحمر، ونقلبها تحمر للجهه الاخرى، وكنبقى مستمره على داك الشكل. يعني اللي تحمرت كنحيدها وكنعاود ندير حريشات اخرين حتى كنكمل دغيا دغيا. راه دغيا كطيب البنات اون فوا كتسخن لكم المقله دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت، راه ما كاملاش ربع ساعه كتكونوا الحريشات ديالكم واجده. باش زوينين هاد الحريشات هادو دغيا كيوجدوا هكا الضيوف الغفله. بعد مرات هكا كيجي عندكم شي واحد وما عندكم حتى شي حاجه كتبغيو هكا توجدوا شي حاجه للكوتي، اولا كتبغيو توجدوا هكا شي حاجه لوليداتكم ودركم الحال اولا للفطور. يعني كيكون الوقت ضيق الصباح، راه دغيا دغيا ما كتجي فين تصايبوا هكا الصينيه ديالكم اولا تعمروا هكا قهيوه ولا بريريت ديالاتي حتى كتكون الحريشه راه طابت، راه دغيا دغيا ما كتاخذش لنا وقت نهائيا. صافي غنبقى مستمره على هذا الشكل هذا ونديرها طيب، واللي طابت نحيدها وندير الاخرى، ونبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكملها كامله ونتلاقاو مع الشكل النهائي.
صافي البنات هنا كملت الحريشات كيجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبه للفلو غادي ندخلو دابا للثلاجه، ها هو راه شد راسو، نخليوه حتى يبرد تماما ما يبقاش فيه داك البخار، عاد ندخلوه للثلاجه هكا باش ما يطلقش لكم الماء. البخار اللي كيكون فيه مع البروده كنرجع عليه هكا من الفوق وكيولي كيدير داك الطبقه ديال الماء من الفوق. من الاحسن خليوه حتى يفقد الحراره ديالو مزيان عاد دخلوه للثلاجه. وهنا الحريشات شوفوا البنات كيفاش كيجيو زوينين صحيين مع بريد ديال اتاي وعسيله وزويته بلديه كيجيو، ولا الجبن كيجيو من داك الشرفيع البنات راه كيجيو رطبين. شوفوا كيجيو طايبين مزيان. تقدروا تحتفظوا بهم في الثلاجه اولا تحتفظوا بهم حتى في المجمد، كيبقاو مزيانين. الوقيته اللي بغيتوهم كتجبدوهم وكتسخنوهم كيبقاو طريين فحال يلاه طيبتوهم، يعني راه فحالهم فحال المسمان اولا الخبز نقدروا نحتفظوا بهم. تقدروا تحتفظوا فيهم في الثلاجه غير تحت لمده سيمانه ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. شوفوا البنات ها نتوما كيجيو رطبين، راه ما كيجيو ما معجنين ما مدقسين ما حتى شي حاجه، غير تخليو العجينه ديالهم اولا الخليط ديالهم يكون هكا مرخوف. شوفوا راه كتجي رطبه. هادو البنات تاكلوهم غير هكاك ما تحتاجوش كاع دهنوهم، حيت اصلا منسمين بالنافع ومنسمين بالزعتر وبزويته بلديه، يعني ديجا نتوما كتاكلوهم وراه هما منسمين، يعني ما تحتاجوش كاع دهنوهم. جربوهم بهذه الطريقه البنات. بالنسبه للتنسم النافع تقدروا ديروا حتى النافع حبوب. انا البنات حيت توفر عندي هذاك مطحون فدرتو فيه هكا باش يعطيني داك المذاق ديالو اكثر. خليهم حتى يبردوا مزيان وغادي نديرهم في بواطه ونحتفظ بهم في الثلاجه. كل نهار نسخن اختي القياس باش بغيت نفطر اولا باش ندير الكوتي، وراه كيبقاو مده طويله وكيصبروا وما كيوقع لهم حتى شي حاجه. وهنا وصلت الوقيته ديال الغدا. صافي غادي نبدا نحط هكايا الغديوه ديالي. اللهم اديمها نعمه يا رب، احفظها من الزوال. كل واحد البنات خير في دارو. بالنسبه للسفه البنات راني ديجا شاركت معكم الطريقه ديالي شحال من مره. دابا نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في اول تعليق مثبت. بالنسبه للمبتدئات اللي كتعجل لهم السفه، فانا البنات انا في الاول كانت كتعجل ليا وما كتبغيش تصدق ليا، لكن بعد محاوله وجوج وثلاثه صافي الحمد لله ولات كتصدق. ولكن طحت على طريقه اللي هي ولات كتناسب لي. فالسفه البنات كل وحده وكيفاش كطيبها وكل وحده وطريقتها سبحان الله. راه اي سيده كتختلف الطريقه ديالها على الاخرى. انا البنات يعني طحت على طريقه اللي هي ساهله وما كتعجنش ليا وكتجي هكا زوينه ودغيا دغيا كطيب. كيف ما قلت لكم نخلي لكم الرابط ديال الفيديو فيه التفاصيل الممله، وهكا دخلوا شوفوا وتستافدوا منه. صافي هنا بالنسبه لهذاك الزبيبه البنات راني درتو مع السفه في الفوره الاخرى، درتو في قاعه الكسكاس وحطيت عليه السفه باش هكا يفور. ما بغيتش نعسلو صافي قلت غنطيبو مع السفه من الاحسن. صافي وهذاك الدجاج من بعد ما طابت ليا داك المريقه حيدت البنات الدجاج، حيدت له كاع داك العظومه اللي فيهم وفرتته. صافي ودرت ليه شي شويه ديال القرفه ورديته هكا لداك الكميله هكا باش يوقف ليا داك الشربونه توقف مزيان، يعني تدغمر ليا، يعني المرقه ما تكونش فيه نهائيا، يعني داك الدجاج والبصيله كتدغمر هكا مزيان. صافي وكندير عليه الطبقه الثانيه ديال السفه ثاني صافي، ودرت ليه شويه ديال القرفه وسكر كلاصي من الفوق. لا عندكم كاكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش، المهم زينوا باش ما بغيتو المشماش التمر الكركاع، المهم داكشي كيف ما بغيتو. انا السفه البنات كتعجبني بحال هكا بهاد الطريقه هذه، وما تكونش فيها المرقه، تكون غير الدغميره، حيت هي اصلا السفه راه كتكون طايبه ورطبه ما كتحتاجش هي المرقه تسقى، فغير كتاكلوها غير بهذاك الدجاج صافي. المهم اختي غادي نحطو دابا باش غادي نتغداو ان شاء الله، وان شاء الله ندوز باش نشارك معكم هكا الفلون كراميل كيفاش كيجي حتى العشيه ان شاء الله. نخليه يعني تيشد راسو مزيان هكا في الثلاجه ونبارطاجيه معكم نشوفوا الشكل النهائي ديالو. غادي نحاول نفكو من الجنيبات ديال داك الزليفه على هذا الشكل، راه كيتفك هكا بسهوله. صافي وغادي نقلبوه هكا في الطبيصلات هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات راه كيبان هكا محرحر في الزلافه. من الاحسن الا بغيتو داك الكراميل كامل اللي كاين في القاع ديال الزلافه يعني تستافدوا منه، ديروا هاد الزليفات في واحد البانيو فيه هكا الماء سخون باش يذوب لكم داك الكراميل كامل اللي كيبقى. وصافي وكي ملي كتقلبوه يعني كتقلب هكا كامل. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات، راه جا بنين، جا القوام ديالو كريمي.
داكشي علاش قلت لكم ما تكثروش فيه النشا باش ما يجيكمش عاقد. يعني حنا بغينا بالقوام انه يكون هكا كريمي. صافي حيت ما تبقى ليا من الكراميل حتى هو خوتو من الفوق. وشوفوا هذا هو الشكل ديالو. تقدروا تزينوه باي حاجه، تقدموه مع الفواكه. المهم داكشي كيبقى اختياري. ها نتوما البنات غادي نقطعوا معكم هكا بالمعلقه. شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي، والحلاوه ديالو جات هي هذيك. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح اللي قدمت لكم هاد النهار هذا ينال الاعجاب ديالكم، وجربوا البنات الفلون كراميل بهذه الطريقه هذه غادي يعجبكم. ولا شفتوا الفيديو كيستحق التشجيع، ما تبخلوش على اختكم باللايكات بالتعاليق الزوينه ديالكم، كذلك البارطاج مع الاهل والاصدقاء اكيد فضلا منكم ليس امرا. حتى لهنا البنات نقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. نختم معكم الفيديو حتى غدا ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد. دوتو في رعايه الله، مع السلامه.